احنا هنعمل ايه في الشوربه النهارده. ودي الشوربه بتاعتي انا جايباها من عند الراجل، هغسلها بس وانقعها هي كمان. كابوريا على شويه سمك فيليه على صبيط على واحدتين كده جمبري همت حلوين كده. هنضفهم برضو ونشيل كيس الرمل اللي فيهم عشان خاطر الشوربه بتاعتنا تبقى نظيفه وحلوه. شايفين كده انا بفتح الظهر كده من ورا كده عشان اشيل كيس الرمل بتاعها عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. بفتح انا الظهر بس كده عشان هو بصوا شايفين هو ده يا جماعه، شايفين بتاعه رفيع قوي ده، هو ده كيس الرمل اللي بيبقى في الجمبري، بس لازم نتاكد ان احنا شلناه اهو. اغسله بس كويس واغسل الاستاكوزا كده كويس والجمبري كل حاجه كده، احس ان انا غسلتها كويس نظيفه كده عشان هنقعها. هعصر عليها ليمون كده واسيبها برده شويه عشان خاطر لما ابدا اعملها ما يبقاش فيه ريحه زفاره ولا اي حاجه. دي الشوربه بتاعتي، خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا انا هعمل ايه. بالله عليكم ما تنسوش اللايك يا جماعه، حطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو عند قرايبكم وعند اصحابكم. حطوا لي لايك واللي ما اشتركش ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بالله عليكم تحطوا لايك للفيديو يا جماعه وتشتركوا في القناه. انا كده بصوا بشطفها تحت الميه الجاريه كده. انا كده خلاص شطفت الشوربه بتاعتي، هحطها بقى في طبق واعصر عليها ليمون عشان خاطر اسيبها يعني شويه كده، وبعد كده نبدا نعملها يعني. هنبدا بقى نعمل الشوربه بتاعتنا بعد ما غسلناها ونقعناها معاكم. هنا حله على النار اهي فيها معلقه زبده وزيت. هنزل بصلايه صغيره كده متقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين اهو. هاخد تسميعه كده، فص توم كده، سمك يعني توم زي ما احنا عارفين. نقلب بس تقليبه صغيره كده مع بعضيها. دي بصلايه صغيره زي ما قلنا اهي مع فصين 3 توم كده مهروسين. وهنزل بقى بالسمك الشوربه اللي معانا دي كابوريا وسمك فيليه اهو زي ما انتم شايفين كده، واحدتين جمبري كده اهو زي ما انتم شايفين كده. انا نقعتها كويس جدا وغسلتها كويس جدا قدامكم، انتوا شايفوني انا بغسلها وبنقعها اهو زي ما انتم شايفين كده. كابوريا بتاعتي شوربه السي فود بقى الجميله معانا النهارده دي. خليكم معايا بقى للاخر. هنا كمان البصله على النار عشان اعمل الرز صياديه معاكم، يعني انا مشغله النار على الاثنين. دي بس ما فيهاش غير شويه الزيت، رز صياديه يعني زيت، ما بتعملش بزبده يا جماعه ولا بسمنه، وبتعمل بزيت. وانا حاطه البصله اهي عشان تاخد وقت يعني تتحمر، فقلت اكسب وقت معاكم وانا بعمل الشوربه تكون البصله اتحمرت. شايفين كده اهو. هسيبها واروح للشوربه بتاعتي تاني اهو كده. بصوا خدت لون معايا، كله خد لون اهو معايا. هنزل بقى انا بالميه السخنه نايم الكتل، انزل على الشوربه الجميله بتاعتنا دي النهارده اهو عشان تستوي بقى فيها. وهنعمل بديل الكريمه النهارده زي ما اتفقنا يا جماعه، مش هنجيب كريمه يعني عشان الاقتصاد شويه، نقتصد شويه عشان الظروف اللي الناس كلها فيها، فقلنا نعمل بديل الكريمه. تغلي بس كده غلوتين 3. هحط فيها عودين كرفس كمان يا جماعه. لازم شوربه السي فود دي يبقى فيها كرفس، لازم كرفس. مفيش كرفس وما عندناش كرفس وما نقفش على حاجه نحط وحدتين كزبره، ورقتين كزبره زي ما انا هعمل كده. يعني اجيب الكزبره الخضراء واعملها، بس ده كرفس مش كزبره. لو في كرفس فرنجي ماشي، ما فيش يبقى كرفس عادي من عند بتاع الخضار، وهو موجود والله يعني بتوع الخضار كلهم يعني مش غالي ولا حاجه. فانا جبته معاكم اهو، مش افرنجي ده بلدي. حط لازم برضو يبقى فيها الكرفس كده. تغلي بقى وتستوي، وحط لها ملح وكمون. ادي ملح اهو، اجيب الكمون شويه كمون كده، السمك يعني كمون زي ما احنا متفقين. واحط برضو رشه كزبره ناشفه عشان في توم، احنا متفقين ان في توم يعني في كزبره ناشفه. اي حاجه فيها توم لازم يبقى فيها كزبره ناشفه. بصوا حبه صغيرين كده بس كده
هسيبها بقى تغلي وتستوي معايا. هو ما بياخدش وقت، السمك ما بياخدش وقت يا جماعه والله خالص. هسيبها بس تغلي وبعدين نعمل بديل الكريمه بتاعها. هغطي عليها تغلي شويه، لسه ما اتحمرتش، تاخد وقت جامد. انا حطيت لها رشه ملح كده عشان تلون معايا. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو عشان تشوفوا الاكل بتاعنا النهارده الجميل ده. انا جبت السمك يا جماعه، بس انا ما حبيتش اجيبه واعمله هنا يعني. انا سبته عند راجل يتشوي، عايزين مش هناكله مقلي يعني النهارده، ناكله مشوي. فسبته عند راجل يتشوي بصراحه عشان انا ما عنديش بلكونه يا جماعه في الشقه، فلو جبته شويته في الشقه يعني الدنيا هتبقى فله. فسبته معلش عند الراجل يتشوي. كلنا بنعرف نشوي سمك، ان شاء الله في مره هنبقى نشوي برده، هنقيس يعني ونبقى نشوي. فتح البيبان بقى والشبابيك. فانا سبته عند الراجل يتشوي. الاساس بتاعنا النهارده الشوربه وبديل الكريمه بتاعتها، وهنعمل شويه رز صياديه كده، شويه سلطه خضراء او سلطه طحينه او بتنجان مقلي. كل ده بينفع مع السمك يا جماعه. اي حاجه بقى انتوا حابينها وعايزين تعملوها اعملوها. هقلب بس انا والبصله كده لحد ما تاخد لون معايا ونشوف هنعمل فيها ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو بالله عليكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بالله عليكم. خدت لون معانا عامل ازاي، انتوا شايفين اللون عامل ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه، واجمع من كده كمان بيديني نتيجه تحفه يعني بصراحه ربنا. انا بقرص عليها كمان في اللون. انا مش هحط ميه وتغلي يا جماعه، انا هحط الرز على طول، هنزل بالرز على طول. شايفين كده بيديني نفس النتيجه والله. بدل ما اقعد لسه واستنى الميه بقى لما تغلي والحاجات دي كلها، لا انا جربت كده والله واداني نفس النتيجه. انا كنت هايله. فانا اهو زي ما انتوا شايفين كده هقلب برده كده. شايفين بقى اهو بقلبه في قلب البصله كده. هحط الملح والفلفل، الملح والكمون قصدي، محطلوش فلفل اهو. حطيت الملح، هحط رشه كمون، وهقلبه كده مع بعضيه يتشوح مع بعضيه في قلب الرز كده، قلب البصله كده. تاخد الرز من طعم البصل كله اهو. الاول بقى كنا نحط الميه ونستنى تغلي وبعد كده نسقط الرز، لا هي ادتني نفس النتيجه بصراحه. وكمان الرز بيطعم بطعم البصل او قبل ما تحطيه في الميه، فبيبقى طعمه جميل بصراحه ربنا يعني. شايفين هو اللون اصلا غير اهو من قبل ما احط ميه ولا اي حاجه. يبقى خد بقى الرز كله خد من طعم البصل وبيبقى جميل 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 بصراحه يعني. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. يا رب كلنا كده نكون متجمعين في الخير وكلنا عندنا الخير يا رب. قولوا امين يا رب. ربنا يصلح حال الدنيا بحالها. قولوا امين. اهو يا جماعه شايفين اللون لوحده من غير ما اعمل اي حاجه. اداني اللون ده. رز صياديه ولا مش رز صياديه؟ هنزل انا بقى بالميه بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه اهو. هسيبه بقى يغلي بس غلوتين وبعد كده اوطي عليه النار واسيبه يستوي مع بعضيه. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وان شاء الله هتشوفوا برده هو بعد ما يستوي يتغرف معانا بامر الله. اغطي عليه بقى واسيبه يغلي، وبعد ما يغلي هوطي عليه شمعة خالص واسيبه يستوي على نار هاديه بقى اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا ما شاء الله طلع الله اكبر عليها تحفه هي بجد، من غير كريمه ومن غير اي حاجه. بس احنا هنعملها ببديل الكريمه، مش كريمه بديل الكريمه عشان الاقتصاد يعني. نقتصد شويه يا جماعه. يلا هنشوف ايه بديل الكريمه بتاعنا. الكريمه بتاعنا يا جماعه معلقه دقيق عاديه، حبه لبن اهو. هندوبهم كويس قوي. يلا مش هعلمكم من حاجه، خدوا حبه اللبن كلها. يلا على البارد كده هندوب الدقيق مع كوبايه اللبن. دي معلقه دقيق وكوبايه لبن، هندوبهم بس عشان ما نحسش ان الدقيق فيه تكتلات ولا اي حاجه اهو. ده بديل الكريمه يا جماعه. اللي بقى حابب يجيب كريمه ويحط عليها كريمه بتجيبي برده الكريمه العادي خالص وبتضيفيها زي ما انا هضيفها كده اخر غلوه. يعني الكريمه بتضاف اخر غلوه برده زي ما انا هضيف ده الخليط ده دلوقتي كده اخر غلوه. يعني بتضاف وخلاص وبتطفي عليها، مش بتغلي كتير ولا حاجه عشان ما تقطعش منك. وبرده ده كمان هضيفه وهطفي عليه عشان ما تغليش برده كتير ولا تقطع مني.
اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا ولا في تكتلات ولا في اي حاجه اهو. شايفين الخليط ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه اهو. هنزل بقى بيه هنا على الشوربه. خلاص هي الشوربه استوت اصلا طالعه. بصوا ما شاء الله عليها لونها جميل وتحفه ازاي، الله اكبر عليها. شايفين يا جماعه جميله بجد والله من غير اي حاجه، بس احنا طبعا متعودين على الكريمه فقلنا نعملها ببديل الكريمه اهو. شايفين كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو. بصوا اتحولت، اتقلب لونها كريمي ولا مش كريمي؟ دي اللي بنجيبها من عند الراجل ولا مش هي دي؟ اهو زي ما انتم شايفين كده، ولا اروع ولا اسهل، وريحتها جميله وتحفه. عصير ليمون طبعا عند التقديم. بالف هنا وشفا يا رب على قلبكم. دي كانت شوربه الكريمه، شوربه السي فود النهارده بتاعتنا ببديل الكريمه. يا رب تعجبكم يا رب. هدوق بس انا الملح بتاعها. تمام مظبوطه جدا، وبسم الله الرحمن الرحيم وما شاء الله يعني. وبالف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا اكلنا كله واحنا بنغرفه هيبقى عامل ازاي. وده كان اكلنا النهارده يا جماعه، السمك المشوي والرز الصياديه. الاساس بتاعنا الشوربه طبعا زي ما احنا متعودين ببديل الكريمه اللي احنا قلنا عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله طالعه جميله وريحتها جميله، الله اكبر عليها. الف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ده السمك المشوي زي ما قلت لكم انا شويه عند الراجل عشان ما حدش يقول حاجه. سلطه خضراء وشويه الرز. بصوا الرز طالع جميل ازاي ولونه جميل ازاي يا جماعه. ما اضطرناش نحط في ميه ولا اي حاجه. بصوا ومفلفل وجميل مش معجن يعني ولا حاجه. الرزايه برزايتها بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه يعني. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. بالله عليكم ما تنسوا اللايك بقى والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اللي ما اشتركش اشترك في القناه يا جماعه. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم.